تعرف مدينة وجدة بأنها عاصمة المساجد في المملكة المغربية، إذ يوجد فيها ما يفوق 400 مسجد، ولهذا تحتل المركز الثاني بين مدن العالم في عدد المساجد بعد مدينة اسطنبول التركية. مدينة وجدة بناها الزعيم المغراوي زير بن عطية مؤسس المغرب في عام 994 ميلادية الموافق ل 384 هجرية، وحصنها بأسوار وجهزها بأبواب وأقام عليها حراسا يفتحونها ويغلقونها. سميت مدينة وجدة بهذا الاسم نسبة لسليمان الشماخ قاتل الملك المغربي إدريس الأول، الذي دس السم للملك في طعامه بالاتفاق مع العباسيين، وهرب إلى شرق البلاد إلى أن تمكن المغاربة من العثور عليه والانتقام منه، وذلك بقتله في هذه المنطقة، وهكذا سميت المدينة بوجدة. تقع مدينة وجدة في الجهة الشرقية من المغرب في عمالة وجدة أنقاد في منطقة حدودية مع الجزائر، وتبعد مسافة 60 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط، وتتبع لها 8 قرى هي أهل أنقاد وإسلي والبصارة وعين صفا وبني خالد وسيدي بنوار وسيدي موسى المهاية ومستفركي، في حين يقدر ارتفاعها عن سطح البحر ب 7400 متر. بعد أن فتح المرابطون مدينة وجدة بقيادة يوسف بن تشفين عام 1073 ميلادية، سقطت المدينة تحت حكم المارينيين بقيادة السلطان أبي يوسف يعقوب الماريني عام 1272 ميلادية، بعد أن دمرها ودك أسوارها وجعلها خرابا. وبسبب موقعها الاستراتيجي والسياسي المهم، كانت الدولة المارينية في إداء وتماس دائم مع أمراء بني عبد الواد الموجودين في تلمسان، لأنها مدينة حدودية مع الجزائر. كانت المدينة مسرحا لهجمات العثمانيين، كما دارت على أرضها معارك الإيالة الأشراف أبناء مولاي علي الشريف. وعرفت مدينة وجدة في أيام الاستعمار الفرنسي ظهور رموز المقاومة الجزائرية، مثل البطل المقاوم الأمير عبد القادر الجزائري، ولم يبخل أهل وجدة على المقاومة إن كان بالسلاح أو بالمال. وأدركت فرنسا أن وجدة هي بوابتها لاحتلال كامل المغرب العربي ودول شمال إفريقيا، ودخلتها مرات عدة إلا أن احتلتها، وكان ذلك في عام 1907 ميلادية. وخلال الحرب العالمية الثانية كانت وجدة إحدى القواعد العسكرية البارزة التي نزلت فيها القوات الأمريكية لمحاربة فيلق الصحراء الموجود في ليبيا بقيادة مارشال جون باتون. من أهم المعالم السياحية في مدينة وجدة نجد باب الغربي المعروف قديما باسم سيدي عيسى، وهو يعتبر بوابة المدينة العتيقة في اتجاه الغرب، وقد خضع بدوره للترميم في إطار برنامج عرض الاعتبار للتراث الحضاري والثقافي للمدينة القديمة، وهو من أهم الأبواب الثلاثة الرئيسية للمدينة
باب يضفي رغم حجمه المتواضع سحره على المدينة. وهناك أيضا باب سيدي عبد الوهاب، وهو من الأبواب التاريخية لمدينة وجدة وأقدمها تشييدا، ويحمل اسم الشريف الصالح سيدي عبد الوهاب، أحد الأعلام الوجديين الذين عاش في وجدة ردحا من الزمن، وتوفي فيها وضريحه قائم داخل أسوار المدينة العتيقة غير بعيد عن الباب، وهو الأثر الوحيد في هذا الحي الذي يحكي ماضي وجدة الحضاري وإرثها الثقافي. وهناك أيضا دار السبتي، وهي نموذج لدور البرجوازية المغربية في عهد الاستعمار في مدينة وجدة، وأصبحت الآن معلمة أثرية تملكها الجماعة الحضرية، تستغل أحيانا كقاعة للأنشطة الثقافية أو الترفيهية، أما في فصل الصيف فتتحول إلى قاعة الأفراح. وتأسست دار السبتي سنة 1938 على يد أحد تجار وجدة، باعتبار أن وجدة لعبت دورا تجاريا بامتياز لتكون قصرا للضيافة يأوي كبار التجار والموظفين. وأخيرا هناك ساحة ستاوشت، ساحة تاريخية تقع أمام المقر الرئيسي لبلدية وجدة، وتعتبر من الوجهات المفضلة لساكنة المدينة للترويح عن النفس بحكم موقعها الاستراتيجي المتواجد في وسط شارع محمد الخامس. وهناك أيضا معالم دينية بمدينة وجدة إلى جانب المعالم السياحية، نذكر منها معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية التي يتخرج من صفوفها مئات الطلاب وحفظة القرآن سنويا. وهناك المجلس العلمي بمدينة وجدة، وهو من أهم مكتبات المدينة. كما تعرف المدينة حركة ونشاط كبير في ميدان التصوف المعتدل، ومن أبرز مواقعهم في المدينة نجد زاوية مولاي عبد القادر الجيلاني التي يلجأ إليها الفقراء والمريدين كل ليلة جمعة، وأيضا زاوية سيدي أحمد التيجاني ساحة العدول التي يلجأ إليها الفقراء والمريدين كل يوم وخاصة يوم الجمعة. وهناك أيضا كنيسة سان لويس، وهي توجد في شارع محمد الخامس، وهي أول كنيسة أنشأها المستعمر. كذلك توجد بالمدينة أحد الأضرحة التاريخية سيدي يحيى. سيدي يحيى بن يونس جارت العادة من مئات السنين على زيارة هذا الضريح من طرف المسلمين واليهود والنصارى ليتبركوا به، وتنفيذ النصوص التاريخية أن هذا الولي المدفون هاجر من قشتالة إلى وجدة للاستقرار بها، وتوفي ودفن بها، بينما تفيد مصادر أخرى أن به جثمان أو أجزاء من القديس يوحنا المعمدان النبي يحيى بن زكريا، وما زال ضريحه مزارا لأعداد هامة من اليهود القادمين من كندا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا ومن فلسطين المحتلة.